الحمد لله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي يعني مش عارفه في ايه، مش عارفه كل ما انوي ان انا خلاص انتظم في القناه يحصل لي حاجه كده، معرفش. المهم يعني بعد فيديو امبارح فانا تعبت جدا جدا، والحمد لله. الحمد لله يا رب، ادعولي كده ان انا اروح بالسلامه. يعني من كتر فرحتي والله حاسه ان التعب هوين، بس انا تعبانه جدا فعلا، تعبانه قوي قوي. يعني امبارح خلاص ما بقتش قادره اخد نفسي، ونفسي انقطع كده. الحمد لله. الحمد لله، بس شعري باين كله. اقول الحمد لله، وان شاء الله خير، واروح واجي بالسلامه. ادعولي ان انا اروح واجي بالسلامه باذن الله، وادعولي ربنا يسهلها لي، وان اقدر ان انا اعمل كل حاجه. بجد انا كنت فاكره ان انا ايه بقى، قبل السفر بيومين هعمل كل حاجة، وهرتب شقتي وهمسحها بقى وايه، وهظبطها واعمل كل حاجة، واوضب شنطتي والكلام ده. ولكن تعبت يعني فعلا. ما تنووش حاجة لبكرة، ما تسيبوش حاجة لبكرة، اعملوها دلوقتي. ادام انتوا فيكم الصحة انكم انتوا تعملوها دلوقتي، اعملوها دلوقتي. ما تسيبوش حاجة لبكرة، ما تسيبوش ابدا اي حاجة تقولي انا بكرة هعملها، انا السنة الجاية هسافر، مش عارفة ايه. انا ادام فيك الصحة وعندك المقدرة انك انت تعملي الحاجة، اعمليها في وقتها. ما تتكليش على بكرة، بكرة ده بتاع ربنا، ما حدش مقدره، ومحدش عارف ايه اللي هيحصل فيه. بس فادعولي بالله عليكم، ادعولي بالله عليكم، عشان انا تعبانه جدا جدا، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. مش عارفه حتى احضر شنطتي ولا اعمل اي حاجه. والحمد لله. محتاجه دعواتكم بس لحد ما اوصل بس هناك كده، وان شاء الله يبقى خير كله. اول اصلا ما اشوف الكعبه كده، انا بتهيألي ان انا هخف اصلا يعني. بتهيألي متهيألي ان انا اخف بقى وابقى كويسه وكده يعني، فالحمد لله. دعواتكم. انا مش عارفه اصور خالص، المفروض ان انا انزل لكم فيديو دلوقتي وكده، بس مش عندي فيديوهات خالص، اني مش عارفه اصور، مش عارفه اعمل اي حاجه. فادعوا لي كده ان شاء الله ربنا يقومني بالسلامه، واعمل كده فيديوهات حلوه ان شاء الله يعني. ان شاء الله لما اجي في رمضان باذن الله هعمل لكم فيديوهات حلوه. ودعموني الفتره الجايه دي، لان انا نفسيا بجد مش احسن حاجه، نفسيا مش احسن حاجه. ف والله نفسيا حلوة قوي ان انا اروح مكان زي كده. كان طبعا بيت الله الحرام وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. بس الحمد لله، يرزقها لكم جميعا ويكتبها لكم. واللي راح مرة اللهم عود لي، واللي راح عمرة ونفسه في حج يا رب يحج، واللي نفسه في الذرية الصالحة يا رب يرزقهم بالذرية الصالحة، وان شاء الله هدعي لكم هناك. اي حد على فكرة بعت رسالة او كتب لي في تعليق، ان شاء الله مش هنساه باذن الله. وربنا كده يكرمكم ويكتبها لكم جميعا. ومش عارفه اقول لكم ايه، ان انا بحبكم جدا جدا. وادعوا لي الفتره الجايه، ادعوا لي ان انا ابقى كويسه، واني اقدر اعمل عمرتي، وان ربنا يسهلها لي وكده، تبقى عمره مقبوله باذن الله. بس مش عايزه حاجه اكتر من كده. ربنا يخليكم ويصلح حالكم جميعا. مش عارفه والله اتكلم اقول ايه تاني. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. الحمد لله. دايما في اي حاجة وحشة او اي حاجة حلوة تحصل الحمد لله. الوحش قبل الحلو، الحمد لله. كل اللي ربنا بيجيبه كويس، ربنا بيعوض بعد كده، الحمد لله. بعد العسر يسر، وبعد الضيق فرج، وبعد البلاء حاجة كويسة، فرج من عندهم بإذن الله إن شاء الله. مش عارفة. إن شاء الله أنا كنت مصورة فيديو كده، ممكن أحط لكم على الفيديو ده. يا ريت تدعموني كده وتتفرجوا عليه حتى، وتضغطوا لي لايك يعني، وتعملي تعليق حلو زيكم كده، وقولي ربنا يشفيك يا مي، ويقدرك انك انت تعملي عمرتك ويرجعك بالسلامة وكده يعني. او ما حتى ما رجعنيش بالسلامة، موت هناك مش مشكلة، عادي يعني، مش تفرق معايا. الحمد لله. محتاجة دعواتكم.
انتوا عارفين احساس انك انتي ما عندكيش اهل يقفوا جنبك في البلد اللي انت عايشة فيها، لوحدك على طول، في تعبك، في حزنك. معلش ثواني بس البتاع خلص. في تعبك، في حزنك، في اي حاجة، انت لوحدك. حقيقي بجد، دي طبعا حاجة وحشة جدا. يعني دلوقتي المفروض ان انا بقالي فاضل لي يومين واسافر. عايزة اعمل حاجات كتير قوي مش عارفة اعملها. احساس وحش قوي. الحمد لله. وتعبت في وقت صعب، بالنسبة لي انا في وقت صعب. وقت صعب جدا. عايزة ترتبي حالك وترتبي شنطتك وتشوفي هتاخدي ايه وهتعملي ايه، وانتي مش قادرة تعملي حاجة، مش قادرة فعلا تعملي اي حاجة. ادعولي بجد، ادعولي من قلبكم ربنا يستر معايا. ويشفيني واجهز كل حاجة بايدي ان شاء الله. ان شاء الله خير. ربنا يكتبها لي ويرزق يا رب. ان شاء الله خير. عارفة انا نكدت عليكم والله مش كان قصدي، بس بجد خنوقة قوي. بعد ما كنت فرحانة مبسوطة قوي قوي قوي، كنت فرحانة بصوا يعني كنت طايرة من الفرح. الحمد لله. اتمنى بس انكم تدعولي و بس مش عايزة حاجة غير دعاكم بس وكده اسفة على منظري ده لاني طالعة من غير والله ترتيب ولا اي حاجة. ومش طالعة والله انكد عليكم، عمري ما نكدت عليكم، عمري ما عيطت كده بالمنظر ده، بس بصراحة تعليقاتكم بتطبطب عليا جامد، تعليقاتكم جميلة بجد. يعني في ناس كتيرة قوي صحابي بيبعتولي على الواتس، بيبعتولي على الماسنجر، بيكلموني كتير. ما كنتش اعرفهم في الحقيقة، بس من القناة، من خلال القناة عرفتهم. وخلاص يعني بقوا اخواتي بجد. ف انتوا اللي بتهونوا عليا، وانتوا اللي بصراحة بتقفوا جنبي كتير قوي في كلامكم، بتدعموني نفسيا. فدعموني نفسيا بقى في الفيديو ده وفرحوني كده وادعولي كتير قوي. محتاجة دعمكم بجد، ومحتاجة ان انا الاقي دعم كده. مش عارفة، مش لاقية دعم خالص. فالحمد لله. انا لوحدي بس ما اقولكوش يعني. هبقى كويسة بإذن الله، وهقوم اجهز شنطتي بإيدي واعمل كل حاجة بإيدي ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا بيختبرني كده، بيشوفني ضعيفة ولا لأ، بس الحمد لله قوية جدا. ما يغركوش بس الدمعتين اللي نزلوا دول، انا قوية جدا على فكرة. مريت بحاجات كتيرة قوي اكتر من كده يعني، فالحمد لله يعني. مش شوية تعب زي دول يهزوني ولا حاجة. فالحمد لله. ما حبيتش انهي الفيديو معاكم قبل ما افضفض معاكم كل اللي جوايا. ف خير خير، كل حاجة خير من عند ربنا. انا متيقنة خير، متيقنة خير في كل حاجة. مش عارفة اتكلم والله. اعذروني لو حتى شكلي او كلامي مش منسق او مش مرتب، بس انا بصراحة طالعة لاخواتي. انا مش طالعة بس ان انا بتكلم كده وخلاص، انا طالعة لاخواتي اللي بيدعموني نفسيا في تعليقاتهم. في تعليقاتكم جميلة والله، ربنا يرزقكم كده يا رب بزيارة بتوع وزيارة مكة، وتروحوا المدينة طبعا وزيارة الرسول. يعني حاجة جميلة جدا جدا، ربنا يكتبها لكم جميعا. مش عارفة اقول اكتر من كده، بس انتوا هتفهموني. معلش انا لو كنت نكدت قوي عليكم كده، بس بصراحة يعني مش كنتش عارفة كده.
الحمد لله. اشوفكم على خير ان شاء الله كده. الفيديو الجاي هتلاقوني بحضر الشنطه، هقوم احضرها والله. ايوه هقوم احضرها كده وهظبط نفسي كده واشوف حالي واعمل كل حاجه ان شاء الله. ربنا هيقومني بالسلام باذن الله. ربنا عارف نيتي وعارف اللي جوايا وعارف كل حاجه، زي ما كرمني ب... من غير ولا حسبان ولا اي حاجه، ان انا اسافر وان انا اروح بيته وان انا يرزقني بزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هيقدر ان هو يقومني من تعبي واقوم احضر شنطتي واعمل كل حاجه بنفسي على فكره يعني. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله. تشوفوا فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.